نجيكم بالاشياء الطيبه واسال الله ان يكون كذلك. انتظروني. البشاره طبعا الرؤى المبشره، خروج اي سيء من جسدك، اي شيء سيء من جسدك زي الشعر والاظافر والحديد، بعض الاشياء تخرج من جسد الانسان من اي مكان تخرج، هذا دليل على السلامه من بلاء. ثعبان اصفر يخرج من منزلك، هذا مرض يخرج. ثعبان اصفر يخرج من جسدك، هذا خروج مرض عضوي. ثعبان اي دواب بصفه عامه زي ما ذكرت في النذاره وفي المنامات السيئه، هذه كلها بشاره بخروج هذا السوء من حياه الانسان. اللي يشوف نفسه يصعد بجبل بطريقه جميله، وهذا يدل على ارتقاء الى علم والى عزه ورفعه. مصاحبه الملوك والامراء في المنام، مجالستهم، هذا يدل على عزه ورفعه. الاكل الطيب الناضج السليم الصحيح من يد محب له، هذا يدل على سلامه الباطنه، وكذلك رزق قادم. من راى في مطبخه مؤونه او ارزاق تدخل هذا المكان، او نمل يدخل في بيتك بحبوب او بقمح او يحمل شيء معه، هذا يدل على رزق راح يدخل بيتك. فاذا خرجت من النمل او ما شابه ذلك من بيتك بشيء من الارزاق او بشيء من الموجود في بيتك، هذا يدل على فقر يحدث بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله. من راى النبي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه واتم التسليم يسلم عليه بحالته بصفته المعروفه النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا يدل على انه من المتبعين وانه على هدى، وان الله سبحانه وتعالى راضي عليه، واسال الله ان تكون له دعوات مستجابه ومتبع. من راى كثير جدا من الصحابه ومن المذكورين في السنن، المذكورين في التابعين والصالحين، يجالسهم او يخالطهم، هذا يدل على علم ينتفع فيه. من راى انه يصلي بجماعه صلاه طبيعيه سليمه، فيدل على انه تقي ويتقي الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، ويتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلانيه، وشاكر لله سبحانه وتعالى. من رأت أنها تلد ولد أو بنت، المولود الولد، من رأت أنها تلد ولدا، هذا يدل على هم يخرج ويزول، هموم تخرج وتزول، ورزق قادم كذلك، سواء عزباء أو متزوجة. من رأت أنها تلد ببنت سواء عزباء أو متزوجة، هذا يدل على رزق دنيوي دنيا ترزق فيها، ودين يقضى بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على حبيبنا محمد. من رأى نفسه يدخل بمكان ضيق جدا، ولا يكاد أن يدخل بهذا المكان، فيدل على ذنوب ومعاصي ما استطاع الخروج منها ولا زال يدخل في هذه الذنوب وهذه المعاصي. من رأى نفسه يخرج من بئر، فهذا يدل على كان عليه ابتلاء، وقع عليه ابتلاء وبلاء، ثم يخرج منه إلى منصب وإلى رتبة وإلى مكانة طيبة في مجتمعه. بعض الأسماء في المنام تبشر بخير، مثلا اسم سارة، نوال، فاطمة، عائشة، نورة، أماني، تهاني، زكية، وقس عليها الأسماء الحسنة تبشر بخير. وفي الرجال كذلك محمد، عبد الله، عبد الرحمن، يوسف، إبراهيم، جميع أسماء الأنبياء والرسل تبشر بخير للرائي إذا رآها على وجه حسن، فهذه مبشرات، هذه من المنامات المبشرة لكم، الله يبارك فيكم وفي أسمائكم. وفهد في المنام أحيانا يكون غير جيد، يدل على الفهد، والفهد هذا مفترس وعدو، فإذا رأيته بهذا الاسم ربما يكون من ضمن الأسماء غير المحمودة، خاصة إذا كان اسم فقط بدون ما يعرف الشخص. سبحان الله العظيم، هذا المنام أسأل الله أن يفسر على حاله بمنه وكرمه. هذا يدل على إذا كنت مقدمة فعلا على قطاع حكومي، هذا يدل على القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا، ما قدمت على قطاع حكومي عسكري، أقصد أي قطاع آخر يعني وظيفة حكومية، ورقم واحد دائما في المنام من أجمل الأرقام، هذا يدل على بمشيئة الله سبحانه وتعالى الحصول على الأمر اللي أنت تبحثين عنه وتتوفقين فيه. أسأل الله التوفيق يا صاحبة هذه الرؤيا.